بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل معاكم حلقة الجيلي بالكاستر ده الجميل ده. حلو قوي قوي ولذيذ وجميل قوي ومفيد. لو عايزين نأكل ولادنا حاجة مفيدة في الشكل ده هيبقى جميل وصحي وحلو قوي قوي. هنسمي الله ونقول الطريقة. اول حاجة معايا كسرولة احط فيها 2.5 كوباية من الحليب كامل الدسم زي ما انتوا شايفين كده. كوباية بسعة 250 ملي. تمام. او ما تيجي عايري بنفس المج المعياري اللي هتعيري بكل المقادير. تمام. هنا حطيت 2.5 كوباية من الحليب زي ما انتوا شايفين. تمام كده. ومعايا السكر ده بقى حسب الذوق او ما تحبي. انا هنا هحط 5 معالق كبيرة من السكر. انتي دوقي وحابة تزودي سكر حبة مش حابة. هو ده جميل اوي سكره كان مظبوط. ومعايا هنا كاستر الاكياس او العلب. هتحطي 3 معالق كده هرمية من الكاستر. تمام زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى الكاستر ده كويس قوي مع الحليب والسكر لغاية ما يدوب. تمام كده. وبعد كده هرفعه على نار متوسطة وتقليب مستمر. انا دلوقتي هجيب المضرب السلك لان المضرب السلك بيخليه قوامه حريري كده وناعم ومفيش فيه اي تكتلات. طول ما هو على النار ايدك فيه عشان ما يكلكعش. اول ما يبتدي يتقل كده ويطلع البقاقيع دي كده هتاكد ان النشا استوى او الكاستر في جواه. هضيف مكعب من الزبده بتديله طعم جميل قوي قوي. ودي لو مش متوفر عندك خلاص عادي ما تحطوش بس بيديله غنى وطعم جميل قوي قوي. تمام كده. هطفي بقى النار وهصب كده في الكاسات او الاطباق اللي عندك. وعلى فكره ممكن تعملوا كل الحاجات ديت في مثلا صينيه بايركس او صينيه عاديه يعني. بس انا عملته في كاسات كده بيبقى شكله حلو بحيث كل طفل ياخد الكاس بتاعه وخلاص. هصب بقى كده ومش هملي الكاسات لان لسه هحط طبقات تانية. تمام كده. او انتوا زي ما انتوا شايفين كده شوفوا ناعم وازاي. الطبق الاخير ده كان عندي بسكوت كده متفتفت محدش بياكله. سقيته معلقتين من الحليب وحطيته كطبقة كمان. تمام. لو انت عندك بسكوت على فكرة كتير ممكن تضيفي في كل الكاسات. هنا بقى عندي عبوتين من الجيلي دريم ده زي ما انتوا شايفين. فراولة بقى او مش اللي تحبيه بس اللي بيليق مع الكاستر الجيلي الفراولة. شوفي مكتوب ايه على العبوة وقللي مقدار نص كوباية. يعني انا عندي هنا كل باكو بياخد كوباية من المية المغلية كوباية من المية الباردة. لا انا هحط على كل باكو نص كوباية من المية الباردة ونص كوباية من المية المغلية. يعني انا مثلا عندي الباكوين او العبوتين المفروض ياخدوا 2 مية مغلية و2 مية باردة. لا انا هحط كوباية ونص مية مغلية وكوباية ونص مية باردة. فاهمين؟ يعني انا هقلل نص الكوباية بحيث ان الجيلي يبقى متماسك كده وتقيل زي ما انتوا شايفين. هنا هحط كوباية ونص من المية المغلية على العبوتين. تمام. وهقلب الجيلي كده فيهم لغاية ما يدوب. وبعد كده هضيف كوباية ونص من المية الباردة. تمام كده. يبقى انا قللت نص كوباية من كل عبوة بحيث ان الجيلي يبقى متماسك. تمام كده ويبقى يعني ايه مش خفيف قوي. تمام. هنا هضيف كمان كوباية ونص اهوت من المية الباردة بعد ما الجيلي داب. وهركنه على جنب بقى وهبتدي اقطع الفواكه. طب انا ليه ما قطعتش الفواكه الاول وبعد كده عملت الجيلي؟ لانك انت لما تقطعي الفواكه وتسيبيها وتعملي الجيلي هيكون الفواكه اتاكسدت وغمقت. زي ما انتوا عارفين ان الموز انا عندي هنا موز وفراولة. انت حابة تحطي كيوي حابة تحطي تفاح شوفي بقى. بس انا بشوف ان اللي بيليق مع الجيلي الفراولة والكاستر الموز والفراولة بيبقى طعمه جميل كده مع بعضه. ممكن تضيفي كيوي ممكن تضيفي تفاح اللي تحبيه بقى ضيفيه. انا بديك افكار وانتي ايه نفذيها. قطعي بقى قطع صغيرة كده او مكعبات صغيرة. تمام كده. وبعد كده هحط فوق الكاستر وبعد كده هضيف عليهم. هوزع كده الفاكهة زي ما انتوا شايفين في قلب الكاسات. وبعد كده هضيف فوقهم الجيلي على طول. تمام كده. ما اديتش فرصة للفواكه بتاعتي ان هي تتأكسد او لونها يغمق. انما انت لو عملت الفواكه ورجعت قعدتي تعملي في الجيلي إيه كده الفاكهة بتاعتك هتاخد لون وهتغمق. تمام. لان احنا عارفين ان الموز بتأكسد بسرعة جدا. تمام كده. يلا حبيبتي لو وصلت لغاية هنا من الفيديو انزلي حط لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار باي حاجة جديدة انا بعملها. هنا بقى لما تيجي تضيفي الجيلي ضيفيه بالراحة خالص لانك لو نزلت عليه بكمية كبيرة هتلاقي طبقات
الكاستر دي اتفتفتت وطلعت كده في قلب الجيلي، ويبقى شكله مش كويس خالص. لما تضيفي الجيلي ضيفيه كده بمغرفة او حاجة بسيطة، وانزلي بالراحة كده زي ما انت شايفة، عشان الجيلي الكاستر ما يتفتفتش في قلب الجيلي. شوفوا الكمية عملت لنا كمية قد ايه. وزي ما قلت لك ممكن تعملهم كلهم في صينية بايركس على بعضهم كده، وتقطعي خرط وتدي، بس هي كده احلى وجميلة زي ما انتوا شايفين. يلا يا حبيبتي، اذكري الله، قولي لا اله الا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد كده بقى دخلوا التلاجة، هياخد معاكي 4 ساعات بالظبط، او حسب ما مكتوب على عبوة الجيلي بتاعك، وهيكون متجمد وجميل بالشكل ده. ينفع بقى لأعياد ميلاد، ينفع لحفلات، ينفع كتحلية، تحفة. يلا مع السلامة.